السلام عليكم، اهلا بكم في فيديو جديد. فيديو النهارده هنتكلم فيه عن اسرع واقوى مكمل غذائي لزياده الوزن. اوعى يفوتكم. لو كنت كتير جربت حاجات لزيادة الوزن او كنت كتير جربت حاجات لزيادة الوزن وفتح الشهية وما جابتش نتيجة، يبقى الفيديو ده ليكي. بس في البداية ما تنسيش تعملي سبسكرايب للقناة ولايك للفيديو ده عشان يوصل لناس كتير. وتعالى اقولك ايه اقوى مكمل غذائي ينفع لزيادة الوزن. بيدياشور باودر من اقوى وافضل الحاجات اللي ممكن تساعدك في زيادة الوزن بسرعة كبيرة جدا. ليه طريقة معينة في استخدامه، والاهم من كل ده هو الجرعة، لان ناس كتير جدا بتاخد جرعة البيدياشور غلط. تعال اقول لكم ازاي نستخدم بيدياشور كم مرة في اليوم، ايه المكونات اللي ممكن تتحط معاه، وفي نفس الوقت هقول لكم مين اللي مسموح له ياخد البيدياشور. تعالوا كده نبتدي من اول حاجة، ولكن ده رقم عيادتنا. لو عايزين تتابعوا معانا على الخاص على الواتساب، سواء متابعة لزيادة الوزن او للتخسيس، بتدخلوا على الرقم ده وبتكتبوا بياناتكم، الاسم والسن والوزن والطول والحالة الصحية، هل بتعاني من اي امراض او لا، او بتاخدي اي ادوية او لا، وببتدي اتابع معاكم بنفسي يوميا لمدة شهر كامل طول فترة المتابعة بمقابل رمزي جدا. وفي نفس الوقت لو عايزين تحجزوا كشف داخل العيادة، بتدخلوا على نفس الرقم وبتحجزوا كشف ايامنا السبت والثلاث من 8 ل 11 مساء في عيادة مبارة عين شمس في شارع عين شمس في العجمي في البطاش في اسكندريه. بيدياشور باودر متاح للاطفال من سن 2 حتى سن 10 سنين. هل ده معناه ان ما ينفعش يستخدموه الكبار؟ لا طبعا ينفع يستخدموه الكبار، ولكن بالطريقه المعينه اللي هقول لكم عليها. بيدياشور باودر مكون من 37 عنصر اساسي من العناصر الغذائيه المهمة جدا لتحسين الصحة ولزيادة الوزن. بناخد من بيدياشور 5 معالق على 190 سنتي ميه، 5 معالق كبار او 5 سكوب كبير على 190 سنتي ميه. بنقلبهم كويس جدا وبناخد المشروب ده مرتين في اليوم. دي الجرعه المعتاده الطبيعيه من البيدياشور. لكن تعال اقول لكم على الجرعه والطريقه الافضل والانسب لزياده الوزن حتى تنفع للكبار، وهتساعدهم بشكل كبير جدا في مد الجسم بالسعرات الحراريه اللي الجسم محتاجها واللي تخليهم يزيدوا في الوزن من اول اسبوع. هناخد عادي 5 سكوب من البيدياشور على 190 سنتي ميه بمقام كوبايه كبيره مثلا، تمام، وممكن لبن وممكن عصير. لكن في طريقتنا دي احنا هنستخدم اللبن كامل الدسم مع ال5 سكوب من البيدياشور، وهنضيف ليهم معلقتين عسل نحل. وتعالى اقول لكم على 4 مكونات هتضيفيهم للمشروب ده هيساعدوكي بشكل كبير جدا في زيادة الوزن، والنتيجة تبان معاكي من أول أسبوع. أول حاجة هتضيفي معلقتين من السمسم، ده المكون الأول. تاني حاجة هتضيفي معلقتين من الزبيب، ده المكون التاني. تالت حاجة هتضيفي معلقتين من زبدة الفول السوداني، وده المكون التالت والأهم. رابع حاجة كبشة مكسرات من أي نوع مكسرات أنت تفضليه. لو مش متوفرة المكسرات ممكن تضيفي الفول السوداني. سعراتهم هتكون عالية جدا جدا جدا. زبدة الفول السوداني كل 100 جرام منها بتديكي 477 سعر حراري. كبشة المكسرات اللي انت هتضيفيها اصلا بتديكي 600 سعر حراري. طبعا السمسم غني عن التعريف ومليان بالكالسيوم وسعراته الحرارية عالية جدا، سواء هو او الزبيب اللي سعراته الحرارية فعلا عالية جدا، ويعتبر من الحاجات اللي بتزود الوزن عند تناولها بشكل كبير جدا. تعالوا نعيد مع بعض مكونات المشروب ده. 5 سكوب من البيدياشور، كوب من اللبن كامل الدسم حجمه 190 ملي، معلقتين سمسم، معلقتين زبيب، معلقتين زبدة فول سوداني، ومعاهم كبشة مكسرات. وهنستخدم المشروب ده مرتين يوميا، مرة الصبح بعد الفطار ومرة بالليل بعد العشاء. هنلاقي منه نتيجة محترمة جدا، وهيوصلني لمعدل سعرات حرارية عالية جدا بالنسبة للناس اللي عايزة تزود وزنها، تتخطى 1100 سعر حراري للكوب الواحد. يعني احنا لما هناخده مرتين هيديني 2200 سعر حراري، وده معناه ان اي اكل زيادة هناخده معاه هيفرق معايا جدا في عدد السعرات الحرارية اللي انا باخدها، وبالتالي هيزود الوزن بسرعة كبيرة. غير انه بيساعد بشكل كبير جدا في فتح الشهية سواء كان للكبار والاطفال. اذا احنا ممكن نستخدم البيدياشور من سن 1 حتى سن 10 سنين، ومع الاضافات بتاعتنا ممكن نستخدم البيدياشور فوق ال10 سنين، والكبار يقدروا يستخدموه بطريقة امنة جدا. بيدياشور آمن في حالات الحمل باستشارة الطبيب المتابع للحالة في البداية، آمن في حالات الرضاعة، آمن لمرضى الضغط سواء كان عالي أو واطي، في حالات مرضى القلب برضه رجاء استشارة الطبيب، ولا يعطى لمرضى السكر لأنه بيحتوي على نسبة سكريات عالية. بيدياشور في منه بطعم الفراولة، وهو مشروب مميز جدا في الطعم خصوصا بطعم الفراولة. في منه كمان بطعم الفانيليا وبطعم الشوكولاتة، ونتيجته سريعة جدا زي ما قلت لكم، هتبان من أول أسبوع. وده هيخليني أكون بفضل البيدياشور للناس اللي بتعاني من النحافة الشديدة، الناس اللي بتعاني من ضعف الشهية، الناس اللي بتعاني
من فقدان وزن كبير مقابل مجهود كبير هي بتعمله، لان في ناس كتير جدا بتعمل مجهود عالي وما بتاخدش السعرات الحراريه الكافيه واللازمه ان هي تصد على المجهود ده، وده هيساعد بشكل كبير جدا في حل المشكله دي البيدياشور. لحد كده الفيديو خلص، دمتم يا رب بألف صحه وبألف عافيه. يا ريت لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا له لايك وشير عشان يوصل لعدد كبير من الناس وناس كتير تستفاد. ولو لسه ما اشتركتوش في القناه انزلوا حالا اعملوا سبسكرايب للقناه وفعلوا جرس الاشعارات عشان يوصل لكم كل جديد ان شاء الله. شكرا واشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم. تعالوا في البدايه ناخد حاله من الحالات اللي فعلا بتعاني من النحافه وضعف الوزن ونشوف مشكلتها ايه ونشوف ازاي نقدر نتغلب على الحالة دي. حالة واقعية وهنشوف مع بعض. مكالمة تليفون دلوقتي قدامكم مباشرة.